وسنغوص وإياكم في غمار 45 دقيقة الأولى. كما قلنا صافرة نبيل برقية تعلن مدرجات اليوم بأصوات تصدح بشكل جميل. كرة ملعوبة أمامية، محاولة للمرور، عملية اختراق فاتي، فرصة تصويبة، يعطي الإشارة. كرة ملعوبة أمامية، محاولة من جديد الجهة اليمنى، فرصة إمكانية ديال الدخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة فرصة والحارس فريق الجيش الملكي المرة من الجهة اليسرى، الاستعانة بزكريا فاتي، تمريرة لأدم النفاتي، أدم النفاتي يستلم، ينسل أدم، يدخل بها داخل لعب هذه الكرة بشكل صحيح، تنفذ حمزة كاميرا رأسية لولا براعة الحارس عبد الرحمن قرنان كان بالإمكان أننا نشوف هدف محقق. والعربي الناجي يظهر في الصورة في الوقت اللي شفنا العملية كيفاش نفذت الكرة بهذا الشكل هذا، الرأسية بهذا الشكل. لاحظوا هنا العربي الناجي كاد أن يضع في المرمى، نعم العربي الناجي كاد أن يضع في المرمى. الإنزال من مفيد كيلعب الكرة بهدوء، تمريرة من حاتم الصوابي أمامية، تصويبة آدم النفاتي لعب الكرة ديالو على الطاير ومشات بشكل مباشرة عند الحارس. لاحظوا كيف أن الجيش الملكي يضغط على مستوى الخط الأمامي، وفريق أولمبيك خريبكا كيقوم بالتغطية ديالو، التغطية التي تأتي بين الفين والأخرى لتؤكد على أنه قايم بدور دفاعي جيد. لاحظوا أدم اليوم ومحمد قسو، كرة أمامية، تصويبة الحارس في المكان المناسب. مجموعة من اللاعبين كيبحثوا على الكرة العالية. رضا سليم يلعب كرة لأدم النفاتي، أدم النفاتي يرفعها، كرة ممتازة، رأسية مشات الكرة جانبية ما خرجتش. أدم كرة رجعت من زكريا فاتي الجهة اليسرى، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، محاولة من جانب إيغامان ضاعت له كيصوب إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من المحاولات العديدة التي تتاح في مباراة اليوم. حمزة إيغامان حاول ما أمكن أنه يأثرها بشكل جيد، 22 سنة. نشوفوا هنا الرأسية اللي كان بالإمكان أنها تكون صوب المرمى لولا أيضا تصديد ديال الحارس زكريا فاتي. تمريرة داخل منطقة الجزاء، محاولة افتتاح في تمريرة، فرصة ومحاولة مستمرة في آخر مطاف الحارس. فرصة كانت ذهبية لفريق الجيش الملكي تسجيل هدف. إيمانويل كان قريب أيضا من وضع بصمته الخاصة. شوفوا هنا غياب تسلل، لاحظوا تمريرة بالمقاس، مفيد كيتمكن من وصول الكرة، الدور ديال الحارس في إبعاد خطر ثم التغطية الدفاعية. تمريرة كانت أقرب، كرة جانبية داخل منطقة الجزاء، محاولة الحارس يتمكن من ايقاف الكره الماضيه زين الدين دراك اللي كان تسير للزاويه 90. كره من رضا سليم، محاوله اماميه، فرصه ايمانويل، تحضير، تصويب ومباشره الى خارج رقعه الميدان بلا عنوان من إيغامان. يضع كرة بعيدة عن الإطار، إطار المرمى، هيئت بشكل رائع، هيئت بشكل ممتاز. إيمانويل رجع على الخلف، حمزة يصوب لكن بعيدة إيمانويل شأن الكرة والتصويبة جات بهذا الشكل وبهذه الطريقة. لاحظوا التحضير ولاحظوا التصويبة من حمزة إيغامان، شات خارج. هي محاولة بإمكانية الاختراق، البحث عن التمرير داخل منطقة الجزاء. رضا سليم يمر، ضربة جزاء يعلن عنها حكم المباراة أو للبحث عن الحلول الأخرى. لاحظوا رضا سليم الاختراق، لاحظوا رضا سليم المرور، رضا سليم. الموعد الآن في هذه الجولة الثانية، ضربة جزاء رضا سليم مع الحارس المتألق عبد الرحمن قرنان لأنه تألق في الجولة الأولى. رضا سليم يضع الكرة في المرمى، جول
هدف أول من الجيش الملكي في مباراة اليوم، هدف أول للجيش الملكي والطريق نحو اللقب يتواصل بالنسبة للجيش فيما الانظار والانتظار لقادم الدقائق في مباراة الوداد. رضا سليم يتوجه يلعب الكرة، يضعها في جهة والحارس في جهة، قاسية على أولمبيك خريبكا، قاسية على تموضع أولمبيك خريبكا بمشوار كان رائعا طوال هذا السنوات اللي عشناها مع فريق اللوسيكا. هدف واحد مقابل الشيء. عناصر فريق أولمبيك خريبكا يدخلوا في وضعيه صعبه، خسر ارتباك اللي ممكن انه يجي منه خطا، كره فرصه بعد جماهير فريق اولمبيك خريبكا تساند، وهذا امر رائع. كره ممتازه راسيه، حاتم الصوابي كاد ان يضع الكره في المرمى. لاحظوا ان ادم النفاتي رفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء، راسيه بهذا الشكل. هذه تمريره رائعه الفريق اولمبيك خريبكا، انطلاقه هجوميه الجهه اليمنى، محاوله انسلال، البحث عن تمريره من جانب كوامي، كيرفع كره جانبيه، فرصه وكترتطم بالعارضه وكتضيع. هدف محقق لفريق اولمبيك خريبكا كيضيع الماضيه. لاحظوا غياب تسلل، انطلاقه هجوميه سريعه، كينطلق اللاعب كوامي اوبوكو سريعا لوحده من الجهه اليمنى، التمريره ديالو الجانبيه، الحارس ايوب الكراد الكره ديالو كتلمس العارضه الافقيه. كان بالامكان من زاويه شبه مستحيله، من زاويه يمكن نعتبرها مقفله، كان بامكان كوامو انه اوبوكو انه يضع الكره في المرمى. لاحظوا ارتطمت بالعارضه الافقيه ورجعات، ما تمكنش منها في الوهله الاولى ايوب الكراده، وجات الكره ديال لاعب محمد قصو، هو اللي غادر دخل للملعب حمزه الخطواكي. كرة تنفذ، محاولة راسية، كرة للجيش الملكي، مصطفى سعد مكان حمزة يكمن، والعنوان مستمر، واحد مقابل شيء، وراسية، انطلاقة هجومية من جانب عناصر فريق أولمبيك خريبكا في خط الوسط، محاولة اتجاه كوامي يحاول يدخل داخل منطقة الجزاء. تابعونا، كرة ترفع داخل منطقة الجزاء، رأسية ديال اللاعب كوامي اوبوكو اللي كان قريب من وضع الكرة في المرمى. لاحظوا هنا الكرة الجانبية، شينا لعب الكرة ديالو أمامية، رأسية، ضغط من فريق أولمبيك خريبكا، فرصة إنزال داخل منطقة الجزاء، محاولة صويبة ولكن كتضيع، كترجع لشينا من يفعل محاولة اختراق، دخول ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة. الحكم نبيل برقية يعلن عن ضربة جزاء هنا بمدينة الرباط. مباراة إشكوكية بما تحمل الكلمة من معنى، مباراة لا يمكن أن تعمل لنتيجة نهائية إلا بصفرة الحكم، ويظهر على أنه الجماهير ديال فريق أولمبيك خريبكا سعيدة بالإعلان عن ضربة جزاء في الوقت بدل ضائع، في الوقت المحدد بدل ضائع. مقابلة هيتشكوكية بما تحمل الكلمة من معنى. لعب إلى عميمي، لعب اتحاد طنجة، لعب كوكب مراكشي، لعب العديد من الأندية، رشاد بن بلال، وجه لوجه مع الحارس أيوب الكرد. كرة مهمة لفريق أولمبيك خريبكا، مهمة للجيش الملكي، تنفذ تنوب عن الحارس. الجيش الملكي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. عبد إلى عميمي يضيع في انتظار معرفة ما إن كان الحكم قد أعلن على نهاية المقابلة أم لا، لأنه
كيف كنشوفوا الان مجموعه من اللاعبين سعيدين. ونشوفوا هنا ارتطمات بالزاويه 90، ارتطمات بالزاويه 90. العارضه لا، في العارضه الافقيه، في العارضه الافقيه. نعم، نابت عن الحارس ايوب الكرد، نابت عن الحارس ايوب الكرد. ضربه جزاء لم يتمكن من الاستفاده منها فريق اولمبيك خريب. شوف الفرحه، اطلقوا العنان.